معانا النهاردة واحدة من أكتر الآيات اللي اتفهمت غلط. تلاقي واحد يدعي شهر، سنة أو 2 ومفيش حاجة بتحصل، فيجي الشيطان يقولك ما هو ربنا قال ادعوني أستجب لكم، انت تدعي وربنا مش بيستجيب، يبقى الآية دي مش حقيقية. ويبدأ الإنسان يشك ويحس بالخذلان ويقول أنا بعمل اللي عليا، ليه الدعاء مش بيستجيب؟ ليه الدعاء مش بيتحقق؟ وأنا مش محبوب عند ربنا؟ وهنا يجي الفهم الغلط للآية. الناس فاكرة ان الاستجابة تحقيق المطلوب فورا وبالطريقة اللي الانسان عايزها وفي الوقت اللي الانسان محدده، لكن المعنى اللي ربنا قصده اوسع واعمق واعدل من كده بكتير. الآية مش جملة منفصلة عن بعضها. ربنا بيقول في الآية ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا ربنا سمى الدعاء عبادة، يعني الاستجابة المقصودة مش شرط تكون الشكل اللي احنا فاهمينه. ربنا بيتكلم عن علاقة مش عن خدمة طلبات. النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال ان الدعاء ليه 3 طرق للاستجابة. اول طريقة يتحقق زي ما انت طلب، وده احيانا لما ربنا يشوف ان الطلب ده خير ليك في الوقت ده. تاني حاجة ربنا يرفع عنك شر كان هيصيبك، شر انت مش شايفه ولا تعرف انه كان جاي في طريقك اصلا، وربنا يرفع عنك بدعائك. تالت حاجة ربنا يدخر لك يوم القيامة أجر أعظم من تحقيق الدعاء نفسه، ودي أعلى استجابة، لكن الإنسان مش بيشوفها بعينه في الدنيا. فالآية مش وعد بتحويل الدعاء لأمر مباشر، ده وعد إن ولا دعوة هتروح حاضر. كمان حاجة تانية لازم ناخد بالنا منها، ربنا قال في آية تانية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني قبل ما تطلب من ربنا يستجيب دعائك لازم أنت تستجيب لربك الأول، تستجيب لأوامره، تقترب، تحسن، تتوب، تصلح بينك وبين ربك. مش منطقي واحد يقطع كل علاقة بربنا ويجي بس وقت الحاجة ويقول ادعوني استجيب لكم. ربنا كريم ان شاء الله يستجيب لك، بس برضو لازم تراجع نفسك شويتين وتعرف ان الدعاء مش مفتاح سحري، الدعاء علاقة. وخلينا برضو هنا نتكلم ليه الدعاء ساعات بيتأخر. ربنا ساعات بيحب يسمع صوتك، ساعات لسه الخير ما جاش، وساعات الخير موجود بس محتاج قلبك يتغير الاول، وساعات لو الدعاء حصل في وقته كان هيكون ضرر مش نفع. الدعاء مش تحقيق امنيات زي ما قلنا، الدعاء اعادة ترتيب القدر لصالحك حتى لو انت مش فاهم دلوقتي. خلاصة الموضوع ادعوني استجب لكم مش معناها ربنا بيقولك قول وهعمل فورا، معناها ولا كلمة هتدعي بيها هتروح حاضر، يا هتكون استجابة هتشوفها او استجابة هتحميك او استجابة هتستناك يوم القيامة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. قول لنا في الكومنتات رأيك في الحلقة بشكل عام، ولو حابب نحضر لفكرة او آية معينة ياريت برضو تقول لنا في الكومنتات، ولو شايف ان محتوانا مفيد وحابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك ومتابعة، وما تنساش اللايك والشير، ونشوفكم بإذن الله على خير. سلام.